ازيكم يا جماعه؟ وحلقه الدوري المصري بشكل عصري، والاسبوع ده ما كانش فيه ماتشات في الدوري. هنتكلم بقى عن دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. الاهلي والزمالك صعدوا اول مجموعه، والاسماعيلي خرج من غير ولا فوز، بس يلا تعوض ان شاء الله في اللي جاي. ربنا معاهم بقى يا عم. انا هنعمل ايه؟ هنزقهم، هنيجي نلعب مكانهم. عامل ايه يا يوسف؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تعال الاول نبدا مع ماتش الاهلي. الاهلي عمل ماتش حلو جدا، كسب 3-0، والفرقه قدمت ماتش متكامل سواء في الهجوم او حتى كمان في الدفاع. اللاسارتي الراجل بدأ الماتش 4-2-3-1 بس هو عاده في الفتره الاخيره دايما بتلاقي ان الاهلي ماسك كوره وراح على الهجوم بيلعب 4-1-4-1. يعني هو دلوقتي كان بيلعب نيدفيد والسوليه في نص الملعب، السوليه كان بيقف هولدنج قدام الاربعه، وكان بيزيد نيدفيد بيخش جنب ناصر ماهر، وساعات كمان بيخش جوه منطقه الجزاء لما الكره تبقى ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، بيكمل راس حربه تاني عشان يبقى في كثافه عدديه. أيوة. ودي حاجه ما كانتش موجوده مع كارتيرون، ان انت لما تيجي تلعب الاوفر بتلعب اوفر لمهاجم واحد بس، الوينج ما كانش بيخش جوه المنطقه، وبتحس ان انت طب ماشي انا لما ارفع اوفر هلعبها لواحد بس. قبل كده كان بيخش السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها كنت تلاقي مؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد سليمان، فبتلاقي كثافه، فالكوره لو عدت من واحد بتروح لواحد تاني. فده اللي بدا يحصل بقى، بيدخل نيدفيد، وكمان اجاي بقى بيخش جوه المنطقه لو العرضيه ناحيه اليمين، الناحيه الثانيه برده نفس الكلام بيخش رمضان صبحي. فدي الحاجه اللي كانت ناقصه الاهلي في الشكل الهجومي. بس مروان محسن عمل ماتش عمل ماتش حلو جدا، ودي برده نقطه انا عايز اتكلم فيها، ان مروان كان مظلوم مع كوبر وحسام البدري، ان هو دايما كانوا بيطلبوا منه هو ينزل يستلم ويحضر ويسيب مساحه للي جاي من ورا، ودي مش بتاعته. مروان مهاجم بوكس زي حد يخدم عليه بالظبط كده. فهو مع كارتيرون كان بيسقط كتير، وبرده مع كوبر ونفس الكلام. انما دلوقتي مع لاسارتي الراجل هو واقف جوه المنطقه ما بيتحركش ما بيسقطش كتير، هو دلوقتي في بيلد اب، ودلوقتي ناصر ماهر وندفيد هم اللي بيبداوا اللعب من تحت، فهو دلوقتي مش محتاج المهاجم ينزل يستلم ويحضر، لا هو عايز المهاجم يبقى جوه المنطقه. وبنشوف مروان دلوقتي اي اوفر بيقطع القريبه وبيعمل اسيستات. انت عارف دلوقتي مروان جايب كام جول السنه دي؟ جايب 5 في الدوري و2 في دوري الابطال. الله على الارقام ده ارقام دي، و3 اسيست في 16 ماتش. طبعا دي بالنسبه للدوري المصري ايوه ده ارقام والله. دي ارقام طبعا. أيوة. بس هو في شلال عرضيات من علي معلول. ايه ده؟ ايه يا عم ده بيلعب العرضيه على دماغ الواد. ايه ده؟ لا علي معلول كان فاتح الجبهه نار. ايه بقى اللي كان بيحصل؟ الاهلي كان لما الكره تبقى ناحيه الشمال كان محمد هاني بيضم ثالث ورا، وعلي معلول بقى بيروح لوحده، والسله بيفضل واقف. والاهلي كان بيعمل ايه بقى؟ كان اجاي بيستلم الكوره بيخش لجوه ويفتح لعلي معلول، كان بياخد معاه الباك يسحبه لجوه لقلب الملعب، وكان علي معلول بيطلع بره على الطرف. والاوفر بتاعه رغم ان الملعب كان وحش، يعني الملعب وحش قوي فاهمني، وبس كان بيرفع الاوفر مسطره لمروان. الكورتين اللي جابهم بصراحه علي معلول حاجه يعني فظيعه. طب انا واحد زيي وما شفتش الماتش خالص وعايز اعرف ستاتس الماتش وبتاع على جوجل، اعمل ايه بقى؟ من اي بقى موبايل او تابلت، لو احنا كتبنا مثلا على جوجل الاهلي هيظهر لنا دايما الماتشات اللي اتلعبت والماتشات اللي لسه جايه واللي جايه لسه. هندوس على الماتش الاهلي وشبيبه الثوره، هيطلع لنا ايه الاحصاء بتاعه الماتش، التشكيل والاهداف والكلام ده كله. اوكي تعالى بقى نشوف اول حاجه، ناخدها حته حته كده. الاهلي شاط 14 شوطه على الجون، شبيبه الثوره شاطوا 10. اوكي جوه الثلاث خشبات الاهلي شاط 3 جاب منهم الثلاثه، وشبيبه الثوره شوطه واحده. ايه ده؟ يعني الاهلي شاط على الجون دخل؟ الباقي كله كان بره الثلاث خشبات. بقول لك شفت لقطه راس الغول وهو بيعمل لجوزيه كده، ده بياخد منه البركه. ماشي ما هو البركه. ايوه الاستحواذ كان 61% للاهلي، 39% لشبيبه الثوره. الباصات الاهلي عمل 537 باص، شبيبه الثوره عمل 348 باص. دقه التمريرات 79% للاهلي، 71% لشبيبه الثوره. الفاولات الاهلي عمل 20 فاول، شبيبه الثوره عملوا 17 فاول. الانذارات ما فيش للاثنين، كارت الاحمر برضه نفس الكلام ما فيش. الاوفسايد 1 على الاهلي و3 على شبيبه الثوره. واخر حاجه الكورنرات 5 للاهلي و4 للثوره. بس هو الارقام ما تعكسش، انا حاسس ان الارقام ما تعكسش السكور يا احمد. طبعا يعني السكور باين ان 3-0 ده حاجه، يعني الارقام لا شباب الثوره كان ليهم في الماتش يعني. بس ما راحوش على الجون كتير. الاهلي كان اشرس على الجون، وزي ما بقول لك هو كان متحكم في الريتم جدا، لان رمضان واجاي الاثنين، وزي ما بقول لك الضغط اللي كان عامله الاهلي 4-1-4-1، وقال كان بيضرب ب5 لعيبه من الثلث اللي قدام، فده كان بيخلي لعيبه شباب الثوره بيوصلوا للجون في اوقات قليله جدا في الكونتر اتاك لما الاهلي كان بيهاجم، وبرده ما ضيعوش فرص تلاقي تحس ان هم يعني عملوا المستحيل. يعني انا بس في حاجه عايز اقولها بالنسبه لرمضان صبحي، الماتش ده حط جون فظيع. بس الكوره خرجت منه بره، رقص الجون على خط الجون كده حته كده، عملها مره في ماتش الاهلي ومصر المقص تقريبا قبل ما بالظبط. هو ما بيعملش غيرها، وهو رمضان مش هيحط جون الا لو دخل بالكره جوه الجون، غير كده مش هتلاقيه خالص يعني. لا ده هتلاقيه بيشوط ولا بيعمل اي حاجه. حسين الشحات حط جون حلو جدا. رمضان صبحي برده هو اللي عمل كل حاجه في الجون، بس حسين الشحات عمل حاجه، جات له هجمه قبليها ب3 دقايق، الكره جات له على اليمين وشاطها على طول في السماء، اللي هو كان خد المدافع كده هو زي ما عمل في الجون وحطها، بس هو اتعلم بقى الكره الثانيه على طول خد المدافع وحطها في الجون حلوه جدا. الجون ده هيفرق كتير جدا مع حسين الشحات زي ما قلت قبل كده لازم يهدى، هو عليه ضغط، وهم حتى لاسارتي بدا يحطه على الدكه، ان هو الراجل شايف انه عليه ضغط كبير جدا.
حسين الشحات لو لعب براحته وشاف ان هو انا مش لازم احط جون كل ماتش ومش لازم انا اشيل الفرقه، هيلعب وهيأدي وهيبقى كويس جدا. الزمالك والنبي عشان الزملكاويه زعلوا مني اخر انا قلت حاجه على الزمالك الماتش اللي فات. انت قلت عشان خاطر حوار فرجاني، وانت اول واحد قلت عن طب فرجاني. هو انتوا زعلانين؟ ده انا اول ما قلت لكم على فرجاني يعني دي حاجه تزعل، دي حاجه تفرح يا جماعه. انتوا عندكم اللعيب ده ايه ده؟ يا بخت تونس والله العظيم. الناس بس بتهاجم جروس عشان بشوف ناس كتير جدا رضا عبد العال كل يوم يطلع يقول لك ده هجاص ده بتاع ما اعرفش مش عارف ليه مقتنع بيه. وخالد غندور برضو. انا يا جماعه شايف ان جروس يا جماعه مدرب كويس جدا، وطبيعي ان اي مدرب في اي ماتش هتلاقيه بيعمل حاجات غريبه، بس هو الراجل يعني عادي ممكن تلاقي ماتشات كده واحد منه عمل حاجات غريبه. بس الراجل بصراحه عمل اخر 3 ماتشات في الكونفدراليه حلوين جدا. الماتش ده الزمالك عمل جيم دفاعي انا بصراحه ما توقعتوش. احداد واحمد سيد زيزو زيزو الثاني مش الاول. ايوه عملوا كانوا قافلين كويس جدا قدام النجاز قدام عبد الله جمعه، قفلوا خالص الاطراف على لا انت مش قلت الحلقه اللي فاتت ما بيدافعوش؟ ما هي دي الفكره بقى، بيدافعوش كويس اهو بيدافعوا. لا بصراحه عملوا ماتش دفاعي جدا بصراحه جدا. يعني فرقه حسين داي هم اصلا كانوا مركزين على الاطراف، حتى بداوا الماتش كانوا ضيعوا كوره في اول دقيقتين هم مركزين على الاطراف، انما جروس كان مثبت احداده ومثبت زيزو قدام النجاز وقدام عبد الله جمعه، فقفلوا الاطراف خالص. كمان طارق حامد كان واقف عامل بلوك كويس جدا قدام محمود علاء قدام الونش، فكل الكور العاليه كانت بتاعه الزمالك، ودي حاجه بصراحه انا ما كنتش متوقعها. يعني نيجي بقى الحته الهجوميه، الزمالك كان بيمسك كوره، الاستحواذ ما كانش كبير قوي بس الزمالك كان بيمسك كوره. والشوط الاول ضيع فرصه بتاعت احداد، يعني كوره ما تضيعش بصراحه. النجاز عمل مشوار ناحيه اليمين ورفعها، احداد دخل بدماغه، لو كان بس ظبطها كانت دخل الجون. عايز اقول لك ان فرقه نصر حسين داي كانت لازم تكسب، بس الزمالك ضيع 3 كور هم اصلا ما ضيعوهمش. يعني فرقه حسين داي المفروض انها نازله وعايز تكسب، ما جاتلهمش الكور دي، ما جاتلهمش الكور دي. يعني الزمالك رغم ان هو باين ان هو بيلعب دفاع وان هو طبعا بيلعب بره ارضه، بس هو ضيع 3 فرص ما يدعوش. الفرصه الثانيه بقى كانت الشوط الثاني، كوره حلوه جدا الفرجاني عملها تشيب لزيزو. قلت لك زيزو على فكره، قلت لك الكلام ده قبل كده، باين قوي لمسته للكوره ان هو اوفراته مظبوطه والثراب بتاعته أيوة. من بعيد مظبوطه. عمل برده اوفر لبوطيب عملها بدماغه بس جت فوق الشبكه على طول كانت هتخش جون. الكره الثالثه في اخر الماتش كهربا اخذ مشوار حلو جدا ورجع لعبها بقى لمحمود عبد العزيز زيزو مش احمد سيد، بس جت في السماء. ففي المجمل الزمالك عمل ماتش حلو جدا، طلع اول مجموعه. ثانيه واحده يعني بكلامك ده هيبقى الكلام ده باين في احصائيات الماتش اكيد طبعا. طب وريني بس عايز اقول لك حاجه، وريني بس هي دايما وريني عشان لو طلعت الاحصاءات ما تحكيلش كلامك يبقى انت راجل ايه هتجزع ورضا عبد العال يجي يقطع فيك. وريني ماشي من اي موبايل او تابلت لو كتبنا الزمالك على جوجل لو طلعت الاحصائيات اللي على جوجل مش بتوثق كلامك انت المشكله مش جوجل. ماشي هنفتح ماتش الزمالك ونصر حسين داي. ايوه بص بقى اتابع ورا الاحصائيات دي معلش بقى عشان لو طلعت ماشي. الزمالك شاط 5 نصر حسين داي شاط 6 الزمالك شاط على الجون 0 ايه ايوه ما الثلاث كور اللي شاطهم اللي راح بيهم الزمالك على الجون ده ضيعهم صحيح ما جوش جول 3 خشبات جون فوق ونصر حسين شاط واحده. طيب الاستحواذ انت قلت الاستحواذ ايه؟ انت قلت الاستحواذ مش قد كده للزمالك صح؟ هو 38%. طيب ماشي يعني ماشي ايوه ما بالظبط. لا كلامك مظبوط. الباصات 304 الناحيه الثانيه 455 حتى دقه الباسنج اللي بتاعت الزمالك 64%. يعني الاحصائيه 38 ولما معاهم الكوره بيباصوها برده بتاع. فورات الزمالك عامل فورات كتير 33 فاول، خد 3 انذارات 3 اوفسايدات 4 كورنرات لحسين داي قدام 2 للزمالك. ماشي واضح ان الزمالك راح هناك يخطف النقطه بس خد عشان كده بقول لك يعني رغم ان هو كان بيلعب على النقطه بس هو ضيع فرص اكتر من نصر حسين داي. فالزمالك على طول بعد ما وقع بعد اول 3 ماتشات في المجموعه قدر يقوم تاني وعمل كام باك على طول بسرعه، صعد اول مجموعه. هم كده خلصوا اول مجموعه صحيح. طبعا. فاللي صعد الزمالك وجورماهيا، فطبعا دي هتفرق كتير جدا مع الزمالك. عنده ماتش مقاولين وبعد كده عنده ماتش الاهلي طبعا في اخر الشهر ده، الماتش الناس كلها مستنياه. ايوه. حاجه بس اخيرا عايز اقولها، الناس تهدى شويه على جروس. من وجهه نظري انا شايف ان الراجل ماشي كويس جدا مع الزمالك، حتى كمان الحته الدفاعيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان كهربا هو حتى كمان توظيفه للعيبه يعني هو بيعرف يلاقي حلول. يعني انت دلوقتي كان كهربا بس اللي بيلعب في الحته دي، احداد هو المفروض بيلعب مهاجم، جابوا خليه يلعب وينج. أيوة. والحته الدفاعيه عنده بقت حلوه جدا، هو بس بيضيع كتير شويه وبيزق الكره تلاقي وراها كتير، بس هو الدفاع كويس. زيزو حته زيزو ان هو يوظفه، وهو اصلا زيزو بيلعب رقم 8 او بيلعب رقم 10، وظفه كجناح وفي ناحيه اليمين ده عشان ابراهيم حسن مستواه واقع ومصطفى فتحي مصاب، فزيزو كمان في الحته دي بقى بيأدي كويس جدا وعامل جبهه حلوه جدا مع النجاز. وعبد الله جمعه طبعا موظفه قبل كده، فالراجل لا يا جماعه الراجل مدرب كبير
وليه طبعا لمساته واضحه في الملعب والطريقه اللي بيلعب بيها الزمالك. فالناس مش عشان مثلا خسر ماتش او تعادل ماتش او الفرقه مثلا حصل دروب بيحصل اي فرقه في العالم فالناس تقعد تقول بقى ده بيهجس وده بيعمل وده بيسوي. لا جروس عامل هم دول اعداء النجاح يا مستر جروس، هم دول اعداء النجاح. دايما الناجح بيتهاجم واللي راكب الدوري المركز الاول بيتهاجم. لا انا مستغرب ان هو بيتهاجم من الزملكاويه. ايوه يعني ايوه يعني دي حاجه غريبه. المفروض ان انت شايف ان الراجل راكب ماشي كويس في الدوري وماشي كويس في هقول لك ليه، عشان الزمالك اول الموسم كان بيلعب كوره ومعاها نتيجه اداء ماشي. ما الاجهاد برضه ما هم يعني ما هو يعني دلوقتي اصل الزمالك السنين اللي فاتت الجمهور بالنسبه له ايه؟ مفيش نتائج غير بطوله الدوري كسبوها، بس في اداء ونهائي افريقيا الوصول بس الاداء. فبالنسبه لهم اشتروا الاداء عن النتيجه. دلوقتي عشان كان في اداء ونتيجه اول الموسم ما بقاش في ده دلوقتي، بقى نتائج وبتعدي فما بقاش فيها. بس انت مش قولوا يا جماعه شفت انا قاريكوا ازاي فهمكوا ازاي. قولوا لي في الكومنتات لو انا راجل بقول كلام صح ولا انتوا مش كده وانا بقول اي كلام يعني. ماشي يا جماعه، ده اللي حصل في حاله الدوري المصري بشكل عصري، ونشوفكم الاسبوع الجاي. عايز تقول اي حاجه اخيره؟ لا مش عايز تضيف اي حاجه؟ لا تمام. لا لازم تضيف. احنا موجودين على يوتيوب وانستجرام وتويتر وفيسبوك على كيد نيجي فنين، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.